اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عبارة لا أحبها. العبارة تقول: البقاء للأقوى. أما أنا فأقول: لا، البقاء للأوفى، البقاء للأرقى، البقاء للأطيب، البقاء للأصدق، البقاء للأنقى. البقاء الحقيقي لمن يحمل في قلبه ابتسامة، وفي عقله مودة، وفي مشاعره رحمة. البقاء يملك الإنسانية في تصرفاته، والحب في معاملاته، والرقة في سلوكه. البقاء لمن يهديك المساعدة دون مقابل، ومن يحمل عنك أعباء الحياة دون هدف. البقاء للمشاعر الحلوة والنيات الصافية والقلوب الرحيمة. نعمة من الله أن تشعر بالحياة بداخلك، تتجدد، أن تصادف نبض من جديد، أن يسكنك الأمل دون أعذار أو أسباب، أن تمحي الوجع من ذاكرتك وتمضي، لأنك عدت إلى رشدك، إلى وعيك، إلى الحياة. أن تحب شخصا، أن تثق بقلب يهيئ لك ما تستحق من الأحلام، أن تتكئ على كتف الفرح وأنت مثقل بالأحزان، أن تجد السعادة دون مخاوف، دون خذلان، فقط لأنك تستحق أن تسعد، أن تحب دون تضحيات، أن تتجدد الأفكار والطموحات. نعمة من الله أن تجد الطريق بعد ضلال. فقط اترك عقلك وحساباتك ومخاوفك لبعض اللحظات، وامضي حيث تشعر بأنك سعيد، إنك في أمان. فقط حرر ذاكرتك من بقية الذكريات، فالأمل قادم لا محالة. ودع عنك اليأس، فمن يحبك حقا سيخلق لك عالما حسب تفاصيلك، يخاف عليك، يغار عليك، يخشى رحيلك. لا تضيع ما تبقى من عمرك من أجل وهم يلاحقك، وقت فراغك وضياعك، فعمرك الذهبي أمامك وليس وراءك. قد لا تكون أروع إنسان ولا أفضلهم ولا أجملهم، لكن قد تكون من أصدقهم وأعمقهم في هذه الحياة. قلة التقدير من أسوأ الحاجات اللي ممكن تعيشها في العلاقة بتاعتك، سواء في الصداقة أو الزواج أو الأخوة. بتحس إن مجهودك ما بيتقدر، اهتمامك ما بيتقدرش، وبعدين تكتشف إنك عملت زي ما عملتش. قدرت ناس زي برضو ما قدرتش، وكله محصل بعضه. في الحالة دي لازم تنسحب بهدوء، لأن حرفيا قلة التقدير هتخليك تكره اللي قدامك مهما كان هو إيه بالنسبة لك. قلة التقدير من أسوأ الحاجات اللي ممكن تعيشها في علاقتك، وهتلاقي نفسك طاقتك خلصت ومش ناقص تعب تاني، ومش مستحمل حد يجي يكمل عليك تاني، حتى النوم مش عارف تنام. خلي دايما عقابك هو الانسحاب. أكبر عقاب ممكن تعاقبه لشخص ما قدرش وجودك في حياته، أو ما طلعش جدير بثقتك، هو إنك تمشي وتسيبه، تنسحب تماما من حياته. ما دام عاتبته مرة واتنين وتلاتة ومفيش فايدة، يبقى امشي ضميرك مرتاح. احرمه من نعمة وجودك في حياته، احرمه من نظرته ليك، احرمه من جدعنتك ووقفتك جنبه، احرمه من إحساس الراحة اللي كان بيحسها معاك، احرمه من حبك. سيبه يروح يتعرف على ناس تانية، سيبه يفرح بالبدايات معاهم، لأن البدايات دايما مش مقياس
مش مقياس لقد إيه الإنسان بيرتاح للشخص اللي قدامه. وكل ما هيعرف ناس أكتر، كل ما هيعرف قيمتك أكتر. امشي امشي والأيام هتلف، وحيدرك إنه خسر حاجة عظيمة. هو إحنا ليه دايما اللي بنسند اللي حوالينا ونرضيهم، وإحنا محدش بيحاول يرضينا؟ ليه لازم إحنا اللي نيجي على نفسنا عشان خاطر غيرنا؟ ليه ما بيهونش علينا نزعل حد أو نكسر بخاطر حد؟ إنما إحنا نزعل عادي ويتكسر بخاطرنا عادي. هو ليه لازم إحنا دايما اللي نسند اللي حوالينا ونرضيهم؟ لأني فعلا شفت العجب في الدنيا دي، اتخدعت في وشوش كتير، واتصدمت في أقرب الناس ليا، وفرقت ناس روحي فيها، وناس علقتني بيها ومشيت وسابتني. فأنا مريت بحاجات كتير وشفت الخذلان بكل أشكاله وأنواعه، لكن وسط اللخبطة دي كان في حقيقة ثابتة في حياتي، هي إن عمر الحياة ما وقفت على حد، ولا واقفة على حد، ولا هتقف على حد. وبيكو أو من غيركو الحياة هتمشي. أنا شفت العجب في الدنيا دي.